السلام عليكم، أنا أنس خالد والنهارده الحلقة بعنوان أفضل 10 مسلسلات رمضانية في 2015. وطبعا من غير ما يكون في مقدمة طويلة نخش على المركز العاشر على طول. مسلسل سوبر هنيدي، واللي بالنسبة لي هو مسلسل كرتوني أي نعم، بس حقيقي فعلا عظيم على مستوى الكوميديا، على مستوى الإسقاطات، على حاجات كتيرة جدا يستحق المرتبة دي. المسلسل بيناقش قضايا اجتماعية كتير زي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والبطالة، تأخر سن الزواج وغيرها مشاكل كتير بس بطريقة كوميدية. 30 حلقة بس كلمة ممتع قليلة، الحلقة تقريبا مدتها قليلة جدا بس ممتعة ومسلية ويستاهل إنك تتفرج عليها. حقيقي كان لازم أحطه في القائمة دي. ونروح للمركز التاسع. مسلسل يوميات زوجة مفروسة الجزء الأول، اللي بيحكي عن صحفية تشتغل في جريدة، في نفس الجريدة بيشتغل فيها برضه جوزها، واللي بينشأ بينهم اختلاف وصراع فكري بسبب المواقف اللي بيمر بيها. وبيوضح المسلسل اختلاف علاقتهم على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي. المسلسل صراحة على مستوى الكوميديا يمكن ده أعلى ليفل فيه. المسلسل مستوى الكوميديا كان جميل جدا، 30 حلقة بس 30 حلقة الكوميديا فيهم حلوة جدا، 30 حلقة مسليين مش هتحس معاه بملل إطلاقا. فحقيقي يستاهل المشاهدة. ونروح للمركز الثامن. مسلسل ذهاب وعودة، واللي قصته بتدور عن صاحب شركة استيراد وتسطير بيتخطف ابنه من تجار أعضاء بشرية وبيسفروه بره البلد، فبيسافر بره البلد ويبدأ رحلة البحث عنه. المسلسل هو مش أفضل عمل لأحمد السقا، بس عمل يظل كويس جدا، عمل ممتع مش ممل خالص. 30 حلقة مش هو العمل العظيم، بس اللي هو عمل لو عندك وقت فاضي يستاهل إنك تتفرج عليه. ونروح للمركز السابع. مسلسل تحت السيطرة، واللي بيحكي عن مدمنة مخدرات والتأثير اللي في حياتها بالأخص مع جوزها، رغم إنها بطلت بقالها فترة بس بتواجه صعوبات كتير. أفضل مسلسلات نيللي كريم. المسلسل كان جميل جدا وكان ليه تأثير كبير في الفترة دي. ناقش فكرة التأثير بتاع مدمن المخدرات حتى بعد ما يبطل بعدها بسنين بطريقة عظيمة، وفي كمية معاني كبيرة جدا. حقيقي هو مسلسل عظيم ويستاهل المشاهدة. ونروح للمركز السادس. مسلسل مولانا العاشق، واللي بيحكي عن شخصية سلطان اللي بيشتغل على ميكروباص في حي شعبي، وحبيبته بتسيبه وتروح لشاب غني، وبيواجه بعض المشاكل الكتيرة والكبيرة في حياته هو وابن عمه. من أفضل مسلسلات مصطفى شعبان، حقيقي فعلا مسلسل ممتع من كذا نقطة، حتى على مستوى الأداء التمثيلي. مصطفى شعبان يمكن ده من أعلى أداءات ليه، عظيم جدا. 30 حلقة ممتعين مسليين مفهومش ملل صراحة، أو بيقاش فخ ملل رغم عدد حلقات كتير. حقيقي يستاهل المشاهدة. ونروح للمركز الخامس. مسلسل حواري بوخارست، واللي بيحكي عن شخصية لعيب جودو واللي بيشعر بإحباط لما بيكسب بطولات والدولة ما بتقدروش، وبيلاقي نفسه إن هو عايش في حارة شعبية ومعاه 4 إخوات، وظروفه سيئة جدا لدرجة إن هو مش عارف يتجوز البنت اللي بيحبها، فبيخش عالم الإجرام وتجارة المخدرات. أفضل مسلسلات أمير كرارة، حقيقي فعلا مسلسل ممتع، 30 حلقة بس مسليين جدا مش هتحس معاهم بملل خالص. الأداء فيه كان جميل، القصة اتقدمت بشكل حلو، والريتم بتاعها كان جميل جدا. في بعض الحلقات الموضوع كان ممل شوية، بس حقيقي مسلسل حلو كتوتال نهائي ويستاهل المشاهدة. نروح للمركز الرابع. مسلسل وش تاني، بيدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويق حول رجل أعمال وعلاقته بالسلطة ونهبه للشعب، وبيهرب بره البلد بالفلوس والحاجة اللي سرقها، وبيشتغل عنده شاب من الطبقة المتوسطة. هو عمل مش أفضل عمل لكريم عبد العزيز، بس بكل تأكيد هو عمل ممتع ومسلي. 30 حلقة بس ممتعين. كاريزما بتاعت كريم عبد العزيز، حقيقي فعلا عمل لو هيبقى وحش أو الورق بتاعه مش قوي كفاية طلة كريم عبد العزيز، عامل الدور بطريقة جميلة جدا. مسلسل ممتع ومسلي، والنهاية بتاعته مفاجأة صراحة بالنسبة لي. فحقيقي هو عمل جميل جدا ويستاهل المشاهدة. نروح للمركز الثالث. مسلسل لهفة، واللي بتدور أحداثه عن بنت كل حلمها في الدنيا إن هي تبقى ممثلة، ولكن بتواجه بعض المشاكل في قالب الكوميدي. من أفضل مسلسلات دنيا سمير غانم إن لم يكن أفضلهم. على مستوى الكوميديا يكفي طلة سمير غانم طول المسلسل، حقيقي فعلا مسلسل عظيم جدا من كذا نقطة. الأداء التمثيلي كان جميل، القصة اللي اتقدمت بشكل حلو، المواقف الكوميدية مش مبتذلة اتقدمت بشكل جميل، كوميديا لطيفة مش هي اللي تحس معاها ببواخة. فحقيقي هو مسلسل جميل جدا ويستاهل المشاهدة. نروح للمركز الثاني. مسلسل حق ميت، واللي بالنسبة لي من أفضل أعمال حسن الرداد كمسلسلات إن لم يكن أفضلها، واللي بيدور في إطار من التشويق والإثارة عن المحامي ندى مصطفى، واللي بيلاقي نفسه متهم في قضية قتل وخطف 4 بنات، وبتبدأ الشرطة في التحقيق من الأمر. مسلسل عظيم، القصة بتاعته ممكن ما تشدكش قوي، بس حقيقي فعلا اللي المسلسل قدمه أعظم بكتير من القصة اللي أنا قلتها. حتى على المستوى الرومانسي كان مؤثر جدا صراحة، من البداية لحد النهاية، بالأخص في النهاية مؤثرة جدا صراحة، تقدم بشكل حلو. أداء بتاع عامر سمير غانم كان حلو جدا ومؤثر في المسلسل. حقيقي مسلسل عظيم رغم انه 30 حلقة. ونروح للمركز الأول. مسلسل ولي العهد، واللي بالنسبة لي هو ده التوب ليفل المسلسلات لحمادة هلال، واللي بيدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي عن قصة إحدى الأسر اللي بتعيش حياة هادية
ولكن بيتقلب حياتهم رأسا على عقب لما بيخش أخوهم في حياتهم. من أفضل المسلسلات اللي اتقدمت كورق صراحة على مستوى الكتابة مسلسل مكتوب بطريقة جميلة جدا، 30 حلقة مظبوطين بشكل حلو، رتم تصاعدي، الأداء، الأحداث، المفاجآت. حقيقي مسلسل عظيم وأفضل عمل في السنة دي بدون نقاش. كلمة يستاهل المشاهدة ولا قليل عليه. مسلسل من الأفضل في السنوات الأخيرة، وبكل تأكيد هو بالنسبة لي أفضل عمل مسلسلات لحمادة هلال. هو لحد المداح، هو ما قبل المداح، هو ده أفضل عمل كمسلسلات لحمادة هلال. مسلسل عظيم جدا ويستاهل المشاهدة. إيه بس كده، لو غير 15 لايك والاشتراك وسلام.